اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من كايرو تيوب، واللي بنقدم فيها لحضراتكم فيديوهات ومقاطع مجمعه بتكون محققه نسب مشاهده واعجاب عالي جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. ودايما بنبتدي بلقطات خفيفه ولطيفه فنية، ولما يكون الجد جد واللعب لعب والاستمتاع متعة حقيقية، دي بتكون طريقة قضاء الأجازات. مو صلاح وأحمد سعد، وإيه الناس الحلوة دي؟ الناس الحلوة دي شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا شوف انت قصدك ايه وانا قصدي ايه، ده اللي انت بتحكي بيه انا متعود عليه، انا اللي امان وعارف من زمان اللي انت عامل ايه المسبب كمان. وإليسا نشرت مؤخرا كواليس لحفلتها الأخيرة، واللي كانت بتجمع فيها ما بين أغاني كتير قديمة ليها وكمان أغاني جديدة وبتميل على البيت. وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة، عشان انت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة. وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة، عشان انت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة. وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش، ما بيناموش عيوني بعدك يا حبيبي ما بيناموش. ده طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر، مين اللي فيهم زي ياسا ولا مين زي خسر. وبيشوفوني بيحسبوني اني برقص على الاغاني وانا في مكان تاني معاك يا حبيبي، انا في مكان تاني. انا بتمايل على البيت، انا بتمايل على البيت، انا بتمايل على البيت وفي بالي وبفكر فيك. انا بتمايل على البيت، انا بتمايل على البيت، انا بتمايل مشغولة يا شاغلني عليك. انا بتمايل على البيت، انا بتمايل على البيت، انا بتمايل على البيت، انا قلبي مستنيك. انا ومن حفلات الصيف كمان النجم محمد حماقي نشر كواليس كتيرة جدا لحفله الأخير، وقلبي حبك جدا جدا جدا. أنا قلبي داب وانت مين غير كل الناس؟ ايش جاب لي جاب قولي جيت منين يا قمر وضونا في المكان، خد عينيا لما بان كان فينك بقى من زمان. فين 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 قلبي حبك جدا جدا جدا، انت ليه قلبك مش هتكلم الموضوع خلصان. دلني وانا معاك من قلبي بغني وانا معاك، ده حبيبي اللي انا بتمناه واحلم بلقاك. دلني وانا معاك من قلبي بغني وانا معاك، ده حبيبي اللي انا بتمناه واحلم بلقاك. قلبي وعيني مش قادرين، قلبي على الغربة ششمل وما شافش يمين. انا هنكت اتمسكت انا معمول لي كمين.
قضى 16 سنة في باريس، وفي روحه وعقله مشروع إعادة إحياء الموسيقى الشرقية. شايف إن أغاني أم كلثوم وأغاني عبد الحليم هي إرث ملك للعرب جميعا. هو مين؟ هو المايسترو المغربي أمين بوتشار، واللي كان بطل الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجمهور حفلته الأخيرة في المغرب. خلى الجمهور طوال 8 دقايق كاملة يغنوا أغنية جانا الهوى بكل تفاصيلها وبكل مقاطعها الفنية. طبعا هذه الأغنية العريقة اللي بتمتد لأكثر من 50 سنة على إنتاجها، هي ألحان القدير بليغ حمدي ومن تأليف الكاتب الكبير محمد حمزة. طبعا جانا الهوى عبد الحليم حافظ، واللي الجمهور المغربي حافظها كلمة كلمة باللكنة المصرية. طبعا دي قوة مصر الناعمة اللي طول عمرنا قد كده أقوياء فيها، وهنفضل لآخر المدى، لأن يعني الأجيال الجديدة اللي احنا بنكون فاكرين ان هم حافظين بس الأغاني الجديدة، ولكن قد كده كل التراث الفني متعمق في وجدانهم، ولما بيكون في وعي كبير جدا من الفنانين بيفضل هذا الإرث مستمر. جانا الهوى.
مناخ الحرية مش بس هو المناخ الضامن لكل إبداع، لا كمان هو الضامن لكل تقدم علمي. لما تكون حر إنك تجرب تصيب وتخطئ، فبالتالي لو عندك قدرات ومواهب علمية ساعتها هتتمكن من وصول لتجارب علمية ممكن تغير كتير جدا في مسارات تقدم البشرية. ده اللي هنشوفه دلوقتي من خلال تجارب علمية احنا ممكن نتخيل ان هي كأنها سحر وخيال، ولكن كله بالعلم مش مستحيل ولا محال. العجز بيكون في العقول، العجز بيكون في الخيال، العجز بيكون في الإرادة، عمره ما بيكون في أي عضو من أعضاء الجسم. لما الإنسان بيكون عاجز إن هو يفكر بشكل إبداعي، عاجز عن إنه يتخيل حلمه وإزاي هيحققه، عاجز إنه يكون عنده إرادة حقيقية لتحقيق أهدافه وأحلامه، وقتها فعلا بيعجز عن كل ما يريد تحقيقه. ولكن أي يعني خلل أو أي فقدان لأي عضو من أعضاء الجسم، طالما الجسم قادر إن هو يكون لسه على قيد الحياة، وقتها الإنسان فعلا إطلاقا
ما بيكونش عاجز، وده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم. والحيوانات خاصة الأليفة منها على حسب تعاملك معاها، اديت لها حب هترد لك الحب ده أضعاف، اديت لها احتواء وتفاهم واستيعاب، هتدي لك كمان هذه المشاعر وبقوة. زي الأطفال الصغيرين جدا، كل ما بنديهم حب غير مشروط كل ما بيترد لنا الحب ده، لأن بيبقى في طفل داخلي هو اللي موجود طول حتى ما الإنسان بيكبر، ولكن اللي متخزن جوه الطفل ده هو اللي بيطلع لكل اللي حواليه. كان متربي على القسوة هيطلع قسوة، كان متربي على الاحتواء والحب والحنية هيطلع حب وحنية واحتواء، وهكذا. كمان حتى لو كان متربي على التدليل الزائد هيطلع كمان سلوكيات ممكن يكون فيها فساد ومفسدة كبيرة جدا، لأن الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده. ولكن دلوقتي خلينا مع الحيوانات، وخاصة أوفى حيوان للإنسان. هنشوف دلوقتي تعامل ما بين الكلب وكل من يقتنيه، وقد إيه كم الحب اللي ما بينهم والتفاهم والاستيعاب والاحتواء.
احنا علشان نتقن أداء الشيء، أي شيء لازم نمر بمراحل كتيرة جدا. هي مش بضغطة زرار أتمكن من إتقان أي شيء. أنا عايز أتقن العمل في أي مهارة، أي قدرة، أي إمكانية، لازم تاخد وقت ومراحل عديدة جدا من المحاولات والإصابة مرة، الخطأ مرة، لغاية ما أوصل للمراحل والتطور اللي أنا عايز أوصل له. كمان الحركات الرياضية والمهارات الرياضية بتاخد بالتأكيد وقت طويل جدا وحرص شديد جدا ودقة وإخلاص شديد للغاية علشان أوصل للمرحلة اللي أنا عايزها. ولكن ما أقدرش أجرب حاجة تكون ضخمة جدا عليا من أولها، لأن ممكن أعرض نفسي لمخاطر عديدة. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم لقطة بيكون فيها إتقان شديد جدا لمهارة رياضية، واللقطة اللي بعدها محاولات ولكن باءت بالفشل. Cause they've taken too much hits, stick a blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, stick a blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. والفيديو اللي جاي ستيف هارفي، هذا المحفز الأمريكي الممثل والمذيع في ذات الوقت، بيقول لنا ما نستسلمش لما تكون في ظروف كتيرة حوالينا بتشعرنا برغبة في الاستسلام، فما تستسلمش. لما يكون في أمور كتيرة بتخلينا نفكر في الاستسلام برضو ما نستسلمش. لما يكونوا بيقولوا لك استسلم، هم مين دول؟ لما يكونوا بيقولوا لك ما تقدرش، ما تصدقهمش. When you feel like giving up, don't. When you thinking about giving up, don't. When it look like you ain't gonna make it, keep going. When they tell you you can't, come on, man, who are they? When they tell you you're not gonna make it, don't believe them, man. Don't believe them. You got to be relentless. The harder the battle, the sweeter the victory. See, what you become in the process is more important than the dream. That's far more important.
the kind of person you become, the character that you build, the courage that you develop, the faith that you're manifesting. Oh, it's just something that you get up in the morning, you look yourself in the mirror, you're a different kind of person. You walk with a different kind of spirit. And people know that you know what life is, that you have embraced life. You knew it was hard, but you did it hard. لما بتوصل فعلا لتحقيق أحلامك مش بس هتكون حققتها، ولكن هتكون وصلت لمراحل من التطوير في شخصيتك والارتقاء بذاتك ما كنتش تحلم بيها في يوم من الأيام. وده اللي هيمكنك مش بس من الأحلام اللي انت حققتها، لا كمان من آفاق أوسع كل مادة بتقدر ان انت تتطلع إليها بهذا التطور اللي حدث جواك. ومعانا دلوقتي على الشاشة مشاهدينا مقولة لنيلسون مانديلا اللي بيقول فيها إننا لا نخاف من تجربة أي شيء جديد، لكننا في الواقع نخشى أن نعرف مدى قوتنا على تحقيق المستحيل. إننا لا نخاف من تجربة أي شيء جديد، لكننا في الواقع نخشى أن نعرف مدى قوتنا على تحقيق المستحيل. لما تكون معود نفسك دايما على تيئسها، لما تكون معودها كمان على ان ليها بس قدرات معينة ما تتعدهاش، فبالتالي هي بتتغذى على كل اللي يأكد لها هذا المعنى للأسف. فمش انك مش عايز تجرب حاجات كتيرة جديدة وآفاق واسعة في الحياة، ولكنك للأسف مش قادر تدرك مدى قدرتك فعلا على تحقيق المستحيل. لما بتعدل في اللي بتقوله لنفسك، لما بتسمح لها ان هي تثق في ذاتك بشكل كبير جدا وفي امكانياتها وقدراتها وان هي تطور من ذاتها، وقتها فعلا هتقدر تحقق كل اللي هي نفسها فيه، ووقتها مفيش اي مستحيل ممكن يقف قدامها. مشاهدينا نتمنى كل فقراتنا النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم. مستنيينكم في حلقات تانية كتير وكايرو تيوب، فإلى اللقاء، باي باي.